من هم السلف الصالح؟ السلف الصالح سلفي وسلفك. السلف الصالح الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف الصالح الذين رضي الله عنهم سبحانه وتعالى، الذين عدلهم الله سبحانه وتعالى، الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد الصحابة يقاس بالصحابة، فمن سار على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح. ولذلك سادات التابعين من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأئمة الأربعة من السلف الصالح لأنهم ساروا على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الأصل في السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي من صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم سلف لنا، سلف صالح. ثم من جاء بعد الصحابة نزنهم بالصحابة رضوان الله عليهم، فمن كان على نهج الصحابة فهو من السلف الصالح رضوان الله عليهم، ومن خالف نهج الصحابة فليس من السلف الصالح وإن كان من في الأزمان المتقدمة. فهذا ضابط مهم جدا يضبط لنا السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهل قول أنا سلفي قول صحيح؟ قول أنا سلفي اعتزاء إلى السلف وانتساب إلى السلف، والانتساب إلى السلف شرف، والانتساب إلى السلف فخر، بس بشرط الصدق. فكون الإنسان ينتسب إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم في دينه هذا شرف ما بعده شرف، لأنه ينتسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لابد من مراعاة أمرين: عدم تزكية النفس والصدق في الاتباع، حتى يكون الإنسان يعني يصدق فعله قوله فيقول أنا سلفي. وهذا الذي عليه أئمة الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني أنه ليس على الإنسان عيب أن يعتزي إلى السلف. أئمتنا مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، ذكروا أن الانتساب للسلف أمر يعني طيب محمود. بل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني يذكر أنه واجب يعني من جهة الاتباع، من جهة الاتباع. فقول الإنسان أنا سلفي عند يعني اختلاط الأمور حتى يتميز عن غيره، هذا أمر مطلوب. لأنك إذا قلت أنا مسلم فالتكفيري يقول أنا مسلم، والإخواني يقول أنا مسلم، والسروري يقول أنا مسلم، والجهمي يقول أنا مسلم، فأنت تقول أنا سلفي، يعني أنا لا أتبع كل هذه النحل، أنا أتبع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على عقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول هذا عند اختلاط الأمور أمر مطلوب، وقول هذا من باب بيان الانتساب، وأن الإنسان ينتسب إلى طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم ومنهج السلف الصالح ليس فيه عيب على صاحبه، بل هو مطلوب. ومن لطائف الأمور أن معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله سئل مرة، سأله سائل في لقاء فقال: يا شيخ يعني لو قيل لي أنت سلفي بماذا أجيب؟ لو قيل لي هل أنت سلفي بماذا أجيب؟ فقال الجواب سهل: قل أنا سلفي وأفتخر. فهذا شرف وهذا فخر أن يوفق الله العبد في ظل هذه الانحرافات التي حوله إلى أن ينتسب إلى سلف الأمة وإلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شرف عظيم. ولكن الذي يهاجم هذا الاعتزاء والانتساب في الحقيقة هو إما أنه يخفي شيئا
ويريد أن يأتي بالصفة العامة أنا مسلم، أو أنه مخالف أصلا لما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، فإظهار مذهب السلف يفضحه ويكشفه، فيريد شيئا عاما يعني لا يكشف أمره من خلاله. فلا شك أنه لا حرج في أن يقول المسلم أنا سلفي، بل يجب على المسلم أن ينتسب أو يعني يعمل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم.